تخيل إنك في مكان ما فيهوش شبكة ومحتاج مساعد شخصي يترجم لك، يكتب لك كود، أو حتى يحل لك مشكلة معقدة، وكل ده في جيبك. النهاردة هعرفك على بوكيت بال، الثورة اللي هتخلي موبايلك أذكى بمراحل ومن غير إنترنت. أغلب أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بنستخدمها زي تشات جي بي تي محتاجة نت قوي، وخصوصيتك فيها مش دايما مضمونة. لكن بوكيت بال بيغير اللعبة، لأنه بيشتغل محليا على معالج موبايلك مباشرة، مش مجرد بوت دردشة. بوكيت بال بيفهم أكتر من 50 لغة، تقدر تترجم ملفات كاملة أو تسجل صوتك وهو يحوله لنص بدقة خرافية. كل ده ومود الطيران شغال. طريقة التثبيت، هندخل على رابط التحميل ونضغط تثبيت، وننتظر بعد التثبيت نضغط على فتح. أول ما تفتح التطبيق هتلاقي الواجهة بسيطة جدا. أول خطوة لازم نعملها هي إننا نختار الموديل. هندوس على سيلكت موديل، هتظهر لك قائمة بكل الموديلات المتاحة. أنا هختار موديل جاما 22 بي من جوجل، وده لأنه خفيف وسريع جدا على الموبايلات. دلوقتي التطبيق بيبدأ يحمل ملفات الموديل على مساحة الموبايل الداخلية. أول ما يخلص تحميل هندوس على لود عشان نفعل الموديل ونبدأ ندردش معاه. خلاص الموديل جاهز. تعالوا نجربه في سؤال ونشوف هيحلل الموضوع إزاي. هكتب سؤالي ونشوف سرعات الرد. زي ما أنتم شايفين بدأ يحلل ويرد عليا بمنطقية رهيبة، وفوق ده كله كل ده بيحصل أوفلاين على جهازي. لو عجبكم الشرح ما تنسوش اللايك والاشتراك في أندروزون. في النهاية شاركونا رأيكم في التعليقات. هل اشتغل معاكم التطبيق بسلاسة على الموبايل؟